بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل سنة وأنتم طيبين جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. في بداية الكلام بندعو لإخواننا المجاهدين في فلسطين بالنصر والتثبيت والتمكين بإذن الله. سريعا وقبل ما نتكلم ونبدأ الكلام، هنبدأ بمباراة المنتظرة اليوم، مباراة تعتبر من وجهة نظري مباراة قمة بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي الذي يعاني في الفترة الأخيرة من بعض الأمور الفنية الغريبة من وجهة نظرنا كمحللين فنيين، وبعض الاختراعات والافتكاسات اللي بيفتكسها المدير الفني للنادي الأهلي كولر، اللي بيخترع في حاجات بصراحة احنا حاجات غريبة واحنا مش قادرين نستوعب اللي بيحصل. النادي الأهلي في نتائج غير موفقة وفي أداء غير موفق بقاله كام مباراة. النادي الاهلي بيرجع الكلام ده من وجهه نظرنا كمحللين فنيين او من وجهه نظري الشخصيه ان النادي الاهلي بيمر بمرحله من الغرور. هتقول لي يعني ايه غرور يا مستر؟ هقول لك الاهلي مغرور الايام دي، في عنده حاله من الغرور الشديد جدا. الاهلي النهارده، واي حد اهلاوي بيسمعني وشايفني وبيتابعني هيحس او يتاكد ان انا كلامي صح. الاهلي بينزل مباراه الايام دي وهو فايز. انا اول مره اشوف الاهلي بالشكل ده، بينزل لعيبه نفسيهم الاداء الخطه والشكل العام، بينزل النادي الاهلي وهو فايز قبل ما يلعب، وبناء عليه بنتفاجأ بالاداء اللي بيحصل. بلس بعد كده كمان مجموع التشكيل اللي بينزل بيه النادي الاهلي والفنيات وطريقه اللعب اللي مصمم عليها المدير الفني كولر للنادي الاهلي، اللي اصلا لعيبه النادي الاهلي مش قادره تستوعبها. فالاهلي بيمر بمجموعه من الضربات اللي بتحصل، ومن لعيبه، من نفسيه، من جهاز فني، من اداره فنيه، من خطط. ده كله بيبقى مجمله الاداء والنتائج اللي احنا بنشوفها في الفتره الاخيره. اتمنى النادي الاهلي ان هو يستوعب ان ما ليس بقى في الدوري قد ما خلص، يعني الدوري بيبدا يخلص. ومعلومه من داخل اروقه نادي الزمالك ومن حد مسؤول ومهم جدا في مجلس اداره نادي الزمالك، ان نادي الزمالك مش هيخلص مباريات الدور الاول الا لما النادي الاهلي يخلص. لان طبعا احنا عارفين ان في ترشيحات لافريقيا ودوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وده مش هيتم. والاهلي لسه لغايه النهارده يا جماعه الاهلي ما لعبش غير 9 مباريات. الاهلي لاعب من اصل المفروض النهارده يكون 16 مباراه او 17 مباراه، الاهلي ما لعبش غير 9 مباريات. فبناء عليه الفرق الاخرى يعني وما اعتقدش الزمالك بس المعلومه دي من الزمالك ومؤكده، الزمالك مش هيكمل الدور الاول الا لما النادي الاهلي يخلص المباريات بتاعته بتاعت الدور الاول. وده في حد ذاته هيعمل ازمه كبيره جدا جدا ممكن النادي الاهلي يعاني منها في ضغط المباريات. وبناء عليه ما ينفعش نزيف النقاط اللي شغال عمال على بطال مع فرق بسيطه وفرق ضعيفه وفرق ملهاش قيمه، مع احترامي للجميع، مع النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيدخل مباراه زد، واللي تعتبر المباراه التاسعه العشره بالنسبه له، لعب 9 مباريات، بيدخل المباراه ديت وهو في المركز ال11 برصيد نقاط 18 نقطه. فريق زد النهارده يا جماعه بيدخل المباراه بتاعته رقم 16 وهو عنده 24 نقطه وفي المركز الخامس. فريق زد عنده الطموح، وفريق زد عنده الامكانيات وعنده النفسيه اللي تخليه النهارده هيقدم مباراه قدام النادي الاهلي مش هتكون سهله على الاطلاق. النادي الاهلي بيدخل مباراه النهارده بتشكيل يعني هنقول ان هو متوازن الى حد ما، باستثناء حاجه واحده هنتكلم بعدها بعد ما نقول التشكيل. تشكيل النادي الاهلي النهارده بيمثله في حراسه المرمى مصطفى شوبير اللي بيؤدي حاله فنيه بالنسبه له من اروع ومن افضل الحالات اللي هو بيقدمها في من وقت ما كان بقى حارس اساسي للنادي الاهلي. بحراسه المرمى مصطفى شوبير، بيقف قدام مصطفى شوبير رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم
ومعاهم كريم الدبيس اللي بنشوفه النهارده لاول مره من فتره بعد تعافيه من الاصابه، وجوده في التشكيل. مع كريم الدبيس عندنا عمر كمال عبد الواحد ومروان عطيه وكوكا وعمرو السوليه وطاهر محمد طاهر، اللي بدأ ان هو يثبت او يقدم اوراق اعتماده في داخل التشكيل بعد ما كان بعيد عن مستواه لفتره طويله. ومعاهم رضا سليم وبيلعب قدام كهربا. التشكيل الى حد ما متوازن. التشكيل بيشهد اضافه النهارده ل كريم الدبيس، اللي نتمنى ان هو يظهر الى حد ما بشكل يكون كويس. اللقطه الفنيه اللي انا الواحد تعب منها والله يا جماعه، والله الواحد تعب من التعليق عليها. رامي ربيعه يا جماعه، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. رامي ربيعه مستواه متدني بشكل غريب، بشكل فظيع، ومصمم كولر ان هو بصوا يضغط على نفسيتنا في الامر ده. رامي ربيعه بيقدم مستوى ولا أسوأ ما يكون المستوى اللي بيقدمه رامي ربيعه الايام دي، ومصمم عليه كولر، والاخطاء كلها بتيجي من رامي ربيعه، ومصمم ان رامي ربيعه يكون موجود. محمد عبد المنعم، النقطه الثانيه، محمد عبد المنعم اللي كان احسن مدافع في افريقيا من فتره قريبه مش من بعيد. محمد عبد المنعم يا جماعه تقريبا والله اعلم موضوع التجديد والكلام في التعاقد الجديد معاه، وان الاهلي محتاجه وعايز يجدد له، وان الاهلي اتكلم في انه هيحط محمد عبد المنعم ضمن الفئه الاولى من اللاعبين. ولكن محمد عبد المنعم مصمم على ان هو يشغل باله او دماغه تكون مشغوله بالحاجات بره الملعب. محمد عبد المنعم مش هو محمد عبد المنعم اللي شفناه مع المنتخب، ومش هو محمد عبد المنعم اللي شفناه مع النادي الاهلي في الفترات الاخيره. محمد عبد المنعم يا جماعه بيعاني من انشغال باله بحاجات اخرى. اتمنى ان النقطتين اللي اتكلمنا عليهم سواء كان محمد عبد المنعم او رامي ربيعه ما يكونوش سبب النهارده اخر زي ما حصل قبل كده في النادي الاهلي يفقد نقط جديده. النادي الاهلي النهارده مباراه زد هتبقى مباراه فيصليه بالنسبه له قبل مباراه الزمالك القادمه ان شاء الله. اتمنى ان النادي الاهلي يقدر ان هو يعدي من المطب بتاع النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للجهاز الفني، ونتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كويسه بين الفريقين، ولو اني مش متفائل بالتشكيل بوجود رامي ربيعه بوجود محمد عبد المنعم. الوضع ما يديش تفاؤل قوي. نتمنى التوفيق ونتمنى ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه، وكل سنه وانتم طيبين كمان مره بمناسبه عيد الفطر المبارك. ونتمنى الدعم للقناه يا جماعه، دعم واشتراك، ونوفيكم بالجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.